واحد من اجمل واشيك لاعبي كمال الاجسام في جيله، بيمتلك مقومات البطل من كل النواحي، ومثل اعلى الفخر العرب نفسه بيج رامي، لكن للاسف الاصابه عطلت مسيرته ومن بعدها قرر الاعتزال. اهلا بيكم يا شباب، حلقه جديده هنتكلم فيها عن واحد من اجمد لعيبه البودي بيلدينج في التاريخ. كان على بعد خطوه واحده بس من مستر اولمبيا، لكن فجاه الحياه قررت تختبره باقصى طريقه. حلقه النهارده عن فيكتور مارتينيز، واحد من اجمل واشيك لاعبي كمال الاجسام في جيله، بيمتلك مقومات البطل من كل النواحي، جسم متوازن، وسط رفيع، كواليتي عضلات عالي جدا، ده غير تفاصيل عضليه منحوته خلت كل الناس وقتها تقول ده بطل الاولمبيا السنين الجايه بدون نقاش. فيكتور مارتينيز نجمه لمع بقوه في بدايه الالفينات، وفي اول مشاركه ليه في مستر اولمبيا عمل مركز 8. السنه اللي بعدها 2006 تقدم شويه في المراكز وعمل مركز 5، علشان تيجي سنه 2007 اللي بتعتبر من افضل السنين اللي مرت عليه في حياته، واللي فيها كسب ارنولد كلاسيك وعمل مركز تاني في مستر اولمبيا بعد الاسطوره جاي كاتلر. ورغم انه كان قريب جدا من اللقب وكان عامل مستوى ما جاش زيه، لكن للحكام راي مختلف. فيكتور كان منافس شرس في عصر مليان عمالقه، لكن للاسف الاصابه عطلت مسيرته. في سنه 2008 حصل له اصابه كانت نتيجتها انه لم يشارك في اي بطوله السنه دي، لكن السنه اللي بعدها في 2009 رجع بقوه، عمل مركز تاني في ارنولد كلاسيك علشان يثبت قوته وقدرته على العوده والمنافسه. لكن للاسف في نفس السنه في الاولمبيا تراجع للمركز السادس، وفضل بعدها ينافس ويحاول يستعيد نجوميته وبريقه، لكن معرفش. وفي ارنولد كلاسيك 2020 عمل مركز 9، ومن بعدها قرر الاعتزال. فيكتور مارتينيز لاعب مميز جدا، وجودة عضلاته ما جاش زيها في التاريخ، وكان مثل اعلى لناس كتير في جيلي، ومثل اعلى الفخر العرب نفسه بيج رامي، وهو بنفسه قال كده. بقوا واقفين قدامي، وكمان كان فيهم اللاعب اللي انا نفسي اشوفه بس في الحقيقه اسلم عليه، كان اسمه فيكتور مارتينيز، لان ده بالنسبه لي الايكونز بتاعي في اللعبه. سنه 2008 كانت مفروض هتكون السنه اللي هيتحول فيها فيكتور مارتينيز من اللاعب رقم 2 للاعب رقم 1، والاضواء كلها تتسلط عليه، لكن الاصابه عطلته، وكمان بعض سياسات التحكيم في الوقت ده كانت سبب كبير جدا في تراجع المراكز اللي بيعملها في البطولات. واخيرا ما تنساش تعمل لايك وفولو، واكتب لي في الكومنتات عاوزنا نتكلم عن مين الفيديو الجاي.